بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، يعني مش أي حد يقول أي حاجة نصدقه. مش أي حد يقول أي حاجة نصدقه. ساعات بيطلع مننا كلام كده غريب جدا. كلام ساعات يزعل الناس. عاملين هدايات للقدماء، وبعدين الناس اللي هي بقى مش القدماء زعلانين وبيقولوا اشمعنى القدماء اللي بيطلعوا الهدايات دي؟ اشمعنى الهدايات للقدماء بس؟ المهم عشان ما نخدش في كلام ملوش لازمة، فواحد من الأحباب يعني كان حاضر الهدايات، فجاي بيقول لنا يعني واحنا خارجين في المسجد إن أي واحد يعمل أذكار اللي هي بعد الفجر ديت وزوجته تبقى نايمة، يعني يبقى ده إنسان خاين. واحد بيقول من دماغه، يعني إزاي هو يعمل الأذكار في المسجد وإزاي هي نايمة؟ يا أخي إحنا ما دخلناش يعني في أحوال الناس. وبعدين إزاي توصف إن الأخ اللي هو بيصلي الفجر وبيقعد في الأذكار إنه خاين؟ خاين إزاي؟ ده أصعب شيء إن الإنسان فينا يصلي الفجر ويجلس جلسة الإشراق ويصلي ركعتين أو 4 ركعات ويروح البيت. لا، هو بقى بيقول لك إيه، الأخ بيقول كده يعني، فالكلمة دي بتنتشر. فمش أي كلمة نسمعها الأصول نقولها، لأن كل اللي تسمعه الأصول ما تصدقوش. وده كان كلام قاله أخ يعني مهندس ربنا يحفظه ويبارك فيه. كان يقول كده: أي كلام تسمعه، مش أي كلام تسمعه تصدقه، وكل اللي تشوفه بعينك صدق ربعه بس. زي ما واحد هو عامل بصبعه كده على المأذنة، مداري المأذنة كلها، هل المأذنة قد صبعه؟ طبعا لا. أو مثلا تيجي على بيت مثلا من بعيد أو برج أو حاجة زي كده، تروح عامل صبعك قدامها كده وتحط صبعك قدام عينك، طب ما هتداري اللي قدامك. وكل اللي يكون معاك ما تصدقش اللي غير نصه، لأنه ممكن يكون مش حاجتك ومش بتاعتك أو مالكش نصيب فيها. فعشان كده يا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، مش أي كلام نسمعه ونروح قايلينه، وناخد بالنا من المشكلة دي. وصلى اللهم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه